بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لم أتوقع يوما أن أتكلم في عقيدة ابن رشد أو الفارابي أو ابن سينا أو الرازي، لكن الدكتور فايد استفزنا كثيرا بتمجيده لهؤلاء، وليته اكتفى بالتمجيد وسكت، بل يمجد هؤلاء مقابل الانتقاص من علماء الأمة الأفداد وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. يفضل الفيض بن سينا وابن رشد والفارابي والرازي باعتبارهم علماء كونيين، والباقي كهنوت علماء الشريعة فقهاء عقديون. الجديد أن الدكتور الفايد في حلقته البارحة الخطاب الديني التقليدي وابتعاده عن الواقع يبشرنا بأنه بصدد تأسيس لفلسفة جديدة سماها فلسفة الفايد، بلا حشمة بلا حياة، فلسفة الفايد، باعتباره فيلسوفا يؤسس لفلسفة جديدة أو بالأحرى لدين جديد حسب هواه. يقول بالحرف الفلسفة ثابتة في القرآن لأن القرآن يخاطب العقل. الفلسفة ثابتة في الدين 100%، وهي التي سأتكلم عنها في فلسفتي، يضيف الفيد. كما قال ابن رشد وابن سينا، وأضاف فقهاء الشريعة المسلمين هم من وصفها بالسفسطة والزندقة. في نفس الحلقة استحضر أبو حميد الغزالي وقال إنهم أحرقوا كتبه لأن ابن رشد طحنوا في كتاب تهافت لأنه عجز عن الرد على الفلسفة، ولا سيما أن الغزالي فيلسوف بدوره. المهم هذا الجهل والتدليس أو استحمار للمتابعين، لا أدري ماذا أسمي هذا. يلبس، يقول بأن الغزالي أحرق كتبه لأنه رد على الفلسفة، وما أحرق كتبه لأشياء أخرى لن أتكلم عنها الآن، في حاجة إلى حلقة خاصة. شوف التلبيس، يستغل جهل الناس. فالفايد كثيرا ما يردد أسماء بعينها كما ذكرت، فارابي، الرازي، ابن سينا، برشد، في مقابل الكهنوت ابن تيمية، ابن كثير، ابن القيم، الشافعي، الإمام مالك، الصحابة، البخاري، مسلم، المهم كل من خطر على بالك من علماء الأمة الذين حفظوا لنا هذا الدين ينتقص منهم ويعلي من شأن ابن رشد، الفارابي والرازي وابن طفيل. أنبهكم وأكرر لكم أن الفيد دائما يشتكي من الاضطهاد رغم أنه لم يتعرض له، لكنه يتاجر بهذه الأسماء المذكورة أعلاه للتلفيق وتزييف الحقائق، ليأخذ بعض الشبهات ليبني عليها نقضه للدين. يستغل أخطاء المسلمين والملتزمين والمتدينين وينسبها للكهنوت لغرض في نفس الفائد، لأجندات يعرفها هو. المهم أن الفيل يقدم نفسه كوارث لهؤلاء العلماء الذين قدموا الإسلام والمسلمين والحضارة الإنسانية أشياء لا بأس بها في المجال العلمي، الاختيار، الطب، الهندسة، الرياضيات. المهم أما في العقيدة فقد ضلوا السبيل، فقد كانوا فلاسفة يهدمون أصول الدين، لذلك يحتفي بهم الغرب ويمجدهم ويعتبرهم تنويريين. ها مصطلح التنوير من أين أتى؟ تنويريون. ابن رشد أدخل الفلسفة اليونانية على الدين الإسلامي، لهذا تصدى له علماء الأمة الأعلام أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية ورغم أنف الفيد. سبق وخصصت حلقة للرئيس ابن سينا، اليوم سأتكلم عن ابن رشد حتى لا نخلط بين الأسماء. فقد اتهم بالزندقة والإلحاد وأحرقت كتبه، هذا ابن رشد. نعم، ابن رشد أحرقت كتبه واتهم بالزندقة في محنة عظيمة أيام سلطان الدولة الموحدية المنصور أبي يوسف يعقوب بن يوسف، القرن السادس الهجري، رغم أنه كان طبيبه الخاص
وبالتالي من أقرب الناس إليه. ولقد ذكر هذه الواقعة الذهبي رحمه الله، شمس الدين الذهبي، في سير أعلام النبلاء، إنه ساعة فيه من يناوئه عند يعقوب فأراه كلام خطه بيده عن الفلسفة وعن الكواكب، فطلبه فقال هذا خطك فأنكر. مهم، محاكمة طويلة انتهت بحرق كتبه الفلسفية، وأبقوا على الطب والهندسة، وهذا تلبيس من الفيض. يعني لم يحاربوه لأنه طالب أو لأنه فيلسوف أو لأنه رياضي، ولكن لأنه فيلسوف. أحرقوا كتبه الفلسفية وأبقوا كتب الطب والهندسة. وحتى ابن أبي أصيبعة أشار إلى محنة ابن رشد وقال بأنه اشتغل بالفلسفة ونقم عليه العلماء. وبالتالي نقم عليهم السلطان المنصور، إنهم اشتغلوا بالحكمة يعني الفلسفة وعلوم الأوائل. وقد لخص أحد الشعراء المحنة بقوله: وحرق كتبهم شرقا وغربا ففيها كامن شر العلوم. هكذا حرقت كتب ابن رشد. يعني ابن رشد عراب عصر التنوير، ابن رشد فيلسوف الذي يؤول الشريعة لتوافق الفلسفة الأرسطية، فقد أخذ بفكر أرسطو، حتى قال عنه ابن تيمية رحمه الله: هو بأتبع الناس لأقوال أرسطو. واسترد ابن تيمية في موضع آخر أنه حاول جاهدا تقريره للناس، يعني الفلسفة، بأسلوب عربي جديد. يعني أخذ فلسفة أرسطو ولبسها لوابس الشريعة الإسلامية، لبوس الشريعة الإسلامية، إذ حاول السلوك مسالك التأويل بعيدة التي تعود على الشريعة بالهدم والنقد. وهذه الفلسفة في كتاب فصل المقال، في كتابه المشهور فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، قد أجاد ابن تيمية رحمه الله في الرد عليه في كتابه بيان تلبيس الجهمية، والكتاب الآخر درء تعارض العقل والنقل. ليس ابن رشد فحسب، بل حتى ابن سينا وكثير من الفلاسفة، ولكن ما يهمنا هنا ابن رشد، لأن ابن رشد يعتقد بالظاهر والباطن. يقول ابن رشد: الشريعة قسمان، ظاهر ومؤول، والظاهر هو فرض الجمهور، والمؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. انتهى قول ابن رشد. يعني كان يدافع عن فكرة الباطنية في كتبه، حتى إنه جعلها من أبرز سمات الفرقة الناجية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها هي التي سلكت ظاهر الشرع ولم تؤوله تأويلا صرحت به. طامة أخرى من طوام ابن رشد في باب البعث والجزاء، يقول بقول الفلاسفة أنه بعث روحاني فقط، بل وقع هنا في ضلالة أعظم من مجرد اعتقاده مذهب الفلاسفة في البعث الروحاني، حيث جعل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. نعود إلى ابن تيمية رحمه الله، قال: وأولئك المتفلسفة
أبعدوا عن معرفة الملة من أهل الكلام. هذه مؤاخذات العلماء، مهم يسميهم الكهنوت بتعبير الفيد، يعني على عقيدة ابن رشد، وهي في محصلتها ترجع إلى إلغاء كثير من موازين الشريعة التي ضبط الشارع حدودها، خوفا من أفكار الداخلة التي جاءت من الحضارات القديمة البائدة. وهذا هو السبب الذي يجعل هؤلاء الحداثيين التنويريين يحتفون بابن رشد باعتباره تنويريا ليبراليا متحررا. رغم أنه يقول بكثير من العلوم الواردة في الحضارات البائدة التي يجزم العلم الحديث بخطئها، ولكن هدفهم تمجيد كل فكر متحرر من ثوابت الشريعة، متحرر من حقوق نصوصها إلى المجازات والتأويل، وفي الوقت نفسه يلبسونها لابوس الدين والعلم والفقه، فوجدوا في ابن رشد ضالتهم، وهذا ما يفعله الفيد. هذا ما يفعله الفيد، يمجد كل فيلسوف للضرب في الدين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.